تعال اقول لك شويه معلومات على المدرب المحتمل لقياده النادي الاهلي ارس فيشر، بعد ما المساعد بتاعه عمل متابعه للصفحه الرسميه للنادي الاهلي على الانستجرام وعمل متابعه للصفحه الرسميه للمهندس خالد مرتجي. قبل ما اقول لك اي معلومه عن المدرب ما تنساش تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وما تنساش كمان تعمل لايك ومتابعه عشان نفضل مع بعض على طول. بالنسبه بقى لمسيرته الكرويه، مش هتهمك انت كاهلاوي، مش هيهمك لعب كام مباراه، مش هيهمك حصل على كام بطوله، مش هيهمك سجل كام هدف، اللي هيهمك في المدرب الجديد مسيرته التدريبيه. تعال اقول لك بقى على اول فريق دربه ارس فيشر. اول فريق دربه المدرب السويسري هو فريق زيورخ، واحتل بيهم وصافه الدوري بعد بازل السويسري. بعد كده درب فريق اسمه سون ليحقق معهم انجاز تاريخيا الوصول الى دور المجموعات في الدوري الاوروبي. ساعتها حصل على افضل مدرب في سويسرا عام 2014، وبعد كده انتقل لتدريب بازل السويسري وحصل معاهم على 2 دوري و2 كاس متتالي، وشارك معاهم في دوري ابطال اوروبا. بعد كده رحل عن تدريب بازل السويسري واتجه للتدريب الخارجي، واول فريق دربه هو يونيون برلين اللي كان في الدرجه الثانيه في الدوري الالماني. اول موسم مع يونيون برلين صعد بيهم للدوري الالماني. في عام 2020 و20 2021 شارك لاول مره في تاريخ الفريق في دوري المؤتمر الاوروبي وخرج من دور المجموعات. عام 2021 و2022 شارك في الدوري الاوروبي وقدر يصعد من دور المجموعات. في عام 2022 و2023 وعمل انجاز مع يونيون برلين ان هو صعد للمركز الرابع وقدر يشارك في دوري ابطال اوروبا لاول مره في تاريخ يونيون برلين. هي دي اهم المعلومات التدريبيه واهم انجازات المدرب المحتمل لقياده النادي الاهلي ارس فيشر. فلو استفدت من الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك ومتابعه عشان نفضل مع بعض على طول. بس كده، يلا سلام.